في الفيديو ده اتكلمت عن ازاي انا بعمل ريلز خطوه بخطوه بشكل نظري، وبرده في نفس الفيديو شرحت لك اهم الادوات اللي انت المفروض تستخدمها، او حتى اهم الحاجات اللي انت تعملها لما تيجي تصور فيديوهات او لما تعمل كونتنت بشكل عام. وفي الفيديو ده وكمان جزء تاني من نفس الفيديو هشرح لك ازاي انا بعمل ريلز بس بشكل عملي، واخدك معايا خطوه بخطوه في كل جزئيه انا بعملها، من اول كتابه السكريبت للتصوير والستوري بورد ومرحله الفيديو اديتنج، واخر حاجه وهي اهم السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي انا بستخدمها او بنزل عليها فيديوهاتي، وايه هي البلاتفورمز اللي انت تركز عليها واللي فعلا ممكن تجيب لك فيوز بعد توفيق ربنا. بس قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. يلا نبدا في اول خطوه وهي كتابه السكريبت. طبعا في الخطوه دي في نوعين من الناس، في نوع ما بيكتبش السكريبت وبيدخل يصور على طول، وفي نوع تاني وهو بيكتب السكريبت عشان ينظم افكاره او الحاجات اللي هو هيقولها في الفيديو. طبعا انا بفضل النوع التاني لانك هنا بتكتب السكريبت عشان تنظم افكارك، ولما تدخل تتكلم في الفيديو هتبقى عارف انت بتقول ايه، وكمان هيقلل جدا من حشو المعلومات او ان انت تقول معلومات كتير او تعيد معلومات كتير بدون فايده. فيفضل طبعا ان انت تكتب سكريبت. وهنا برضو في نوعين، نوع بيكتب السكريبت كامل وكل كلمه هيقولها في الفيديو، ونوع تاني بيكتب المين بوينتس بس اللي هيتكلم عنها في الفيديو. طب انا بعمل ايه؟ انا بكتب السكريبت كلمه بكلمه، يعني كل كلمه انا هقولها في الفيديو بتبقى مكتوبه في السكريبت. وبالنسبه لي كتابه السكريبت بيبقى زي اسطمبه انا بمشي عليها في كل مره بكتب سكريبت. اول تول عندنا في الفيديو هي نوشن، والتول دي هي اللي انا من خلالها بكتب السكريبت في الفيديو. في هنا برضو نوعين من الناس، نوع بيكتب السكريبت على نوشن مثلا او على اي ديجيتال تول، ونوع تاني بيكتب ورقه وقلم، وانا عادي الاتنين بالنسبه لي تمام، بس الافضل بالنسبه لي نوشن لان الحاجات اللي فيه بتساعدني ان انا انظم المعلومات او انظم الكلام اللي انا هقوله في الفيديو. اول حاجه لو انت عايز تعرف ازاي تستخدم نوشن من الاول خالص، فاول ما بتفتحه هيدخلك على الجزئيه بتاعه هوم، بعد كده هنروح نضغط على كرييت نيو بيج او كنترول ان او كوماند ان. انا طبعا هنا اهو عملت نيو بيج. اول حاجه هنا انت هتكتب العنوان بتاع الفيديو، او لو انت لسه مش مجهز عنوان فممكن ان انت تكتب الفيديو بتاعك هيتكلم عن ايه. فانا السكريبت اللي انا هكتبه دلوقتي قدامكم بيتكلم عن عدم انتظار اللحظه المثاليه. حلو تمام. انا هنا كتبت العنوان بتاع الفيديو، وطبعا ممكن ان العنوان يتغير، يعني مش لازم ان ده يكون هو العنوان بتاع الريل، انا بس بكتبه هنا بشكل مبدئي، ولما باجي بنزل الريل ببدا ان انا بقى ايه افكر في العنوان براحتي. فانا بقسم الفيديو عندي لثلاث اجزاء بالظبط. اول جزء وهو الهوك، تاني جزء وهو السكريبت ذات نفسه او الموضوع اللي انا هتكلم عنه، تالت جزئيه واخر حاجه وهي السي تي اي او الكول تو اكشن. وهنا انا في الاغلب بقول للي بيتفرج على الفيديو يعمل حاجه زي ان هو مثلا يعمل سيف للفيديو، يعمل فولو، يكتب كلمه كذا وهيوصل له بروجكت فايل مثلا او فايل عامه. فهو ده الكول تو اكشن. اول حاجه هنضغط على زرار السلاش، بعد كده هضغط على هيدنج 1، اكتب هنا مثلا هوك. طب انا دلوقتي هفترض ان انا ما عنديش افكار لاي هوك، فانا دلوقتي مثلا هفترض ان ده اول فيديو ليا، يعني انا ما اعرفش ايه ازاي اكتب هوك ولا اعرف اصلا ايه هو الهوك ده. فبكل بساطه هروح لتشات جي بي تي، بعد كده هبدا اقول له قول لي اهم 10 هوكات صناع المحتوى مشاهير مثلا بيستخدموها، والفيديو اللي انا عايزك تكتب لي هوك بيتكلم عن عدم انتظار اللحظة المثالية. حلو، انا هنا كتبت له زي كده اللي هو قول لي اهم 10 هوكات صناع المحتوى المشاهير بيستخدموها، عشان انا اخد بس فكره. طبعا انا مش هنقش التشات جي بي تي بيقوله لي، لان طبعا في اوقات هو بيقول لي حاجات مش منطقيه. طبعا لو انت مش عايز تستخدم تشات جي بي تي او اي اي تاني، فممكن انت تدخل على اي بلاتفورم زي مثلا انستجرام، يوتيوب، وتكتب اهم الكلمات اللي بتعبر عن الكونتنت اللي انت هتعمل عنده فيديو، وتشوف الفيديوهات اللي جايبه فيوز ايه هو الهوك اللي هم استخدموه. فانا طبعا هنا سالت تشات جي بي تي عشان اول حاجه ما طولش الفيديو وما طولش في الجزئيه دي لان لسه في اجزاء جايه. فانا هنا بس هسال تشات جي بي تي تلخيصا للوقت، وكمان ان انا اصلا اوريدي معايا هوكات اقدر ان انا استخدمها، فانا مش هاخد بالظبط من تشات جي بي تي، ممكن اخد من تشات جي بي تي وابدا ان انا اشوف بقى الافكار اللي عندي واجمع ما بينهم. طبعا هنا هو اداني 7 هوكس. انا بالنسبه لي جاء في بالي دلوقتي فكره ممكن ان انا اكتبها عندي في الفيديو. تمام، فانا باخد بس الانسبيريشن من تشات جي بي تي، وبعد كده ببدا ان انا احط من عندي انا، يعني مش لازم اخد مثلا الهوك ده واعمل له كوبي وبعد كده احطه عندي في نوشن، لا انا ممكن اخد انسبيريشن من تشات جي بي تي واحطه عندي في السكريبت. فاول حاجه اعملها وان انا ادخل هنا مثلا واقول لو انت مستني اللحظه
المثالية، فخليني اقول لك انك للاسف عمرك ما هتبدأ. حلو. انا بالنسبه لي الهوك ده كويس. طب انا حاسس ان انا ممكن احسن عليه برضو. ممكن اروح لتشات جي بي تي اقول له اديني افكار بالنسبه للهوك ده، او اقول له ازاي اطور من الهوك ده واخليه يشد اللي بيتفرج اكتر ان هو يكمل الفيديو للاخر. فانا برضو خدت منه انسبيريشن تاني. فجا في بالي ان انا مثلا ايه، اقول له لو انت مستني اللحظه المثاليه، فخليني اقول لك انك ممكن اشيلها كلها واحط فللاسف انت عمرك ما هتبدأ. حلو. دي بتلخص الموضوع اكتر. فانا مش عايز هوك طويل قوي او عايز هوك قصير قوي، انا عايز هوك برضو ايه في المتوسط، عشان يخلي اللي بيتفرج ما يزهقش، او ان هو الهوك بالنسبه له يبقى قصير قوي بس مش بيوضح الفكره. بعد كده هحط سلاش تاني، بعد كده ديفايدر، بعد كده سلاش تاني، بعد كده هيدنج 1، بعد كده هكتب بقى ايه التوبيك. يعني هنا هيبقى الموضوع. تمام. انا هنا بقى هبدا اتكلم عن ليه المثاليه ممكن تعطلك، او ازاي المثاليه هتعطلك، وازاي ان انت تتجنب ده وكل الحاجات دي. فبالنسبه لي قبل ما ابدا السكريبت هبدا اشوف اهم النقط بس اللي انا هتكلم عنها، وبعد كده اشوف كل نقطه ايه اللي ممكن انا اكتبه تحتها. فاول حاجه هعمل هيدنج 2. فهقول هنا بقى، او مثلا ممكن اعمل ايه زي بوليتد ليست، واكتب اول حاجه اول نقطه عندي. فهكتب اول حاجه واول نقطه وهي ليه المثاليه هتعطلك. حلو. ازاي تتجنب الموضوع، وممكن ان انا احكي قصتي الشخصيه. يعني ده هيضيف معنى كبير قوي للفيديو. وممكن انا اخلي قصتي الشخصيه دي اول حاجه، يعني ابدا بيها. بعد كده ليه المثاليه هتعطلك، بعد كده ازاي تتجنب الموضوع ده اللي هو المثاليه ازاي تتجنب. طب هل الكلام اللي انا لسه كاتبه ده هو ده اللي انا هقوله؟ لا، انا هبدا بقى اكتب تحت كل. فانا بقى ايه، هبدا تحت كل نقطه اتكلم عن الموضوع. يعني مثلا انا هنا اقول قصتي الشخصيه، انا هبدا اقول ان انا فضلت مستني كتير جدا عشان ابدا صناعه محتوى، وبعد كده لما بدات وقفت تاني لان في ناس مثلا كانت بتتريق عليا، او ما كانش في دعم كبير، فوقفت شويه. وبعد كده استنيت اللحظه المثاليه، فلما جبت كاميرا بدات، وبعد كده استنيت ان انا اجيب حاجه احسن من الكاميرا، وبعد كده اكمل. فده خلاني اقف واكمل، اقف واكمل، فده خلاني اتعطل كتير. فانا هنا بقى ابدا ان انا احكي قصتي الشخصيه لكن بشكل مختصر شويه. هبدا ان انا اكتب بقى ايه باستفاضه، وبعد كده ابدا اشوف الكلام اللي انا ممكن اشيله، والكلام اللي انا لازم اسيبه، والكلام اللي انا ممكن اختصره، والكلام اللي انا المفروض ايه اتكلم عنه باستفاضه اكتر. يعني انا دلوقتي هبدا ان انا اتكلم عادي كزياد. يعني انا دلوقتي هفترض ان انا بتكلم قدام الكاميرا وبتكلم عن قصتي الشخصيه، فهشوف دلوقتي انا ممكن اقول ايه واكتبه هنا، وبعد كده ابدا ان انا اشوف بقى ايه الحاجات المهمه اللي انا اسيبها والحاجات اللي انا اشيلها وهكذا. دلوقتي انا لسه مخلص وكتبت قصتي الشخصيه كامله، كتبتها في 6 سطور بالظبط. طبعا ده دلوقتي فيديو طويل مش فيديو شورت خالص. فانا دلوقتي هبدا ان انا اشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن اشيلها والحاجات اللي انا هسيبها. بعد لما كتبت بقى قصتي الشخصيه زي ما قلت، خدت الجزئيه دي ورحت اديتها لتشات جي بي تي، وبدات اقول له ان هو يلخص لي الجزئيه دي من غير ما ياثر على المعلومات اللي فيها، ويكتب الكلام بنفس الاسلوب اللي الكلام مكتوب بيه. وهو ده اللي انا طلعت بيه. ده بالنسبه لي كويس جدا. فانا دلوقتي هحاول اختصر ليه المثاليه هتعطلك وازاي تتجنب انتظار اللحظه المثاليه. ممكن اشيل اخر نقطه دي لان كده كده تجنب اللحظه المثاليه في ان انت تبدا، فحاسس ان هي مش هيبقى فيها كلام كتير قوي، فممكن ان انا اشيلها خالص. دلوقتي هدخل على تاني جزئيه وهي ليه المثاليه ممكن تعطلك. بعد لما كتبت قصتي الشخصيه واختصرت منها شويه، هندخل على تاني نقطه. والنقطه دي انا غيرتها من الايه مثاليه هتعطلك اللي هي ايه، النصيحه اللي في الفيديو، اهم نصيحه في الفيديو. بس كده. يعني هخليها جزئين، قصتي الشخصيه، وده هيخلي الفيديو كويس جدا. لان لما انت بتحكي قصه شخصيه للي بيتفرج عليك، ده هيخلي اللي بيتفرج على الفيديو يحس ان هو جزء منها، وهيخليه برضو يكمل الفيديو. تاني حاجه وهي اهم نصيحه في الفيديو، قلت بقى ايه وهكذا ناس كتير جدا بيحصل معاها كل يوم، بيحصل معاها ده ده كل يوم، وممكن انت تكون واحد من الناس دي. فالنصيحه الوحيده اللي ممكن اقولها لك وهي انك تبدا وتستمر من غير ما يكون معاك احسن كاميرا او احسن مايك، وكل الحاجات دي هتيجي لما تبدا ان شاء الله زي ما حصل بالظبط. هبدا بقى ان انا ادخل في الكول تو اكشن او السي تي اي، وده برضو مهم جدا في الفيديو. انا شايف ان ده كده تمام. انا كده كتبت سكريبت بالنسبه لي كويس جدا. وانا كزياد طبعا يعني ايه، اكيد ده مش افضل سكريبت، في سكريبتات احسن بكتير.
وتقدر ان انت تاخد وقتك اكتر في ان انت تكتب السكريبت وتطلعه بشكل افضل. بس بالنسبه لي انا ده كده تمام، بالنسبه للوقت اللي انا خدته في ان انا اكتب السكريبت ده بالنسبه لي كويس جدا. فطبعا دلوقتي السكريبت ده مش اسطمبه واحده ان انت لازم تمشي عليها كل مره. طبعا انا بكتب السكريبت ده على اساس الموضوع اللي انا بتكلم عنه، فتقدر ان انت تغير الموضوع وتتكلم عنه بطريقتك، لان دي طريقتي انا والاسلوب اللي انا بحب اكتب بيه في السكريبتات. فاكيد انت اسلوبك هيبقى مختلف عن الاسلوب اللي انا بتكلم بيه. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وفي الفيديو ده انا شرحت لك ازاي ان انت تكتب سكريبت وايه الخطوات اللي انا بمشي عليها عشان اعمل سكريبت. وبس كده، سلام.